لو انت بتحب الكوره بس مش بتتابع الدوري الايطالي فاحب اقول لك ان انت فايتك كتير، فتعال احكي لك اللي بيفوتك واقول لك ليه احنا بنحب الدوري الايطالي. في اي حته في العالم لما الجمهور بيحب يعمل شغب بيولع شماريخ ويحدف ازايز، لكن في ايطاليا الوضع مختلف. فجمهور انتر لما حب يحدف حاجه على جمهور اتلانتا قرروا ان هم يحدفوا موتوسيكلات. لو انت فاكر ان كولر لما عاقب قفشه عشان شاط بلانتي وما سمعش كلامه، او حسن شحاته لما استبعد ميدو عشان اعترض على التبديل، ان دول كده مدربين مسيطرين وكده، فاحب اقول لك ان تعريف المدرب الحمش في ايطاليا مختلف. فالمدرب ديلو روسي لما حب يبدل لياليتشي ولياليتشي اعترض على التبديل، ما استناش ان النادي يعاقبه او يبيعه، وقرر في ساعتها ان هو ياكله علقه بنت حرام. في 2012 لما ميلان كان عنده نيانج وتراوري والاثنين شبه بعض، ايوه حسام وابراهيم حسن كده، ففي مره اتقبض على نيانج وهو بيسوق وكان تحت السن، فقال لهم انا بكاي تراوري. مش كريم انا كرم. والحقيقه ان ميلان في حوارات الشبه دي ما يتوصاش، لان في 2011 النادي اعلن ان في صفقه قويه جايه النادي وسموها مستر اكس، والصحفيين من وصف الصفقه استنتجوا ان هو فابريجاز. وفي 31 اغسطس النادي اعلن عن التعاقد مع نوتشيرينو شبيه سيسك فابريجاز. تم بحمد الله توقيع عقدنا مع اللاعب العالمي مبابي. للنجلة ليها متك في السما رونالدو. انا عالمي، انا راح كاس العالم في المغرب، اشوفك لما اجي الرياض. الامجاد وما كنت مسبوق مكانك القمه وروسك. المفروض ان انا اقول لك حاجه على فيديو ميلان اللي جاي ده، بس الصراحه انا لقيت ان هو يضحك لوحده. في لاتسيو كان في لاعب ايطالي اسمه ماورو زاراتي، وكان متغيب عن التدريبات فتره طويله بحجه الاصابه، بس لسوء حظه في مشجع شافه بالصدفه في المالديفز واتقفش، ولما رجع النادي مشوه. يا استاذ فادي انت جيت تونس امتى؟ اللاعب جوزيبي مياتزا واللي ملعب انتر متسمي على اسمه فتره كان بيتغيب عن التدريبات كتير ويجي متاخر وكل مره بحجه شكل، واتضح ان هو كان بسبب انه بيبقى نايم، لدرجه انه في مره وصل ملعب الديربي قبل صفاره البدايه ب5 دقايق بس، بعد ما مسؤولين النادي كانوا راحوا صحوه. اول ما بصحى من النوم بنام تاني. ده حاليا ده اول حاجه. ده حاجه جميله قوي. يعني اصحى واقوم نايم تاني شويه كده مثلا نص ساعه ولا حاجه، واقوم صاحي واقوم نايم تالت. صدقني اللي بحكي لك ده بالظبط والله. بعد تالت مره ما بنام. بس انت لازم تصحى عشان يا دوب تنام ولا ايه؟ ما انا حاسس كده ازاي كده حاسس حاسس. بقوم تالت مره اقوم رايح ناحيه الثلاجه، اقوم واكل اي حاجه مسكره كده او حاجه وشارب ميه وبتاع، وراجع نايم رابع لمده مثلا نص ساعه كمان، واقوم قايم بقى بعد كده ابتدي استقبل اليوم. في 2011 نادي اتلانتا تعاقد مع لاعب اسمه ميلياتشو، ولما استقبلوه جابوا له دبابه، وما تسالنيش جابوها منين، وقاموا رسموا على بريشيا وروما اعداء النادي التاريخيين، وهرغموه ان هو يدوس عليهم بالدبابه. في مره جمهور نادي نوتشيرينا هدد لاعبين النادي بالقتل لو ما كسبوش الماتش الجاي، بعد ما فشلوا ان هم يكسبوا 10 ماتشات على التوالي في دوري الدرجه الثالثه، ف5 لعيبه عملوا نفسهم مصابين في اول 20 دقيقه من الماتش، وبعدها باقي اللعيبه هربت. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. لو انت فاكر ان التحفيل اللي بتشوفه على اللعيبه هنا ده تحفيل، فالحقيقه ان الوضع مختلف تماما في ايطاليا. فوقت ما سامبدوريا هربت للدرجه الثانيه نزل الشارع 300,000 واحد من مشجعين نادي جنوا بيحتفلوا ويلفوا الشارع بتابوت عليه الوان سامبدوريا. لسه شكوى ميت، الميت اهو، الميت اهو، الميت اهو، حبيبه ميت. في الطبيعي ان ممكن ماتش يقف بسبب ان حد من الجمهور دخل، وساعات بيقف بسبب حيوان، لكن اللي مش طبيعي اللي حصل في 2019. ففي ماتش ساسولو انتر دخل الملعب واحد من الجمهور بالباراشوت. مش عارف اوقف الموتوسيكل يا لهوي. حد بيقف في الموتوسيكلات بيقف ازاي ده؟ يا حسني في حد هنا بيقف في الموتوسيكلات؟
في 2016 ماوريسيو ساري اتطرد وطلع من الملعب على المدرجات، بس اكتشف ان هو نسى علبه السجاير فرجع الملعب تاني عشان ياخدها. انت عارف علبه المالبورو بقت بكام دلوقتي؟ رايح فين؟ رايح فين؟ دخل الجول. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيدخل هريدي عليه العوض ومنه العوض. لو انت متخيل مرتضى منصور اقصى ليفل لرئيس كوميدي ممكن تشوفه، فتعال اما احكي لك شويه عن رؤساء انديه ايطاليا. 2017 كان في ماتش في السيريا بي بين نادي فوجا وفينيسيا، ورؤساء الناديين كانوا قاعدين جنب بعض، ولما فوجا تعادل في الدقيقه 95 قام رئيس فينيسيا اكله بالقلم، فاتخانقوا وجت الحكومه لمتهم هما الاثنين. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ من كده ولا يوم من ايامك يا مستشار. معانا على التليفون مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اهلا بيك يا فندم. انت بتضحك عليا يا شوبير، يعني بتضحك عليا يا شوبير، يعني مش على ايه؟ على ايه يا شوبير؟ على ايه؟ على ايه؟ في 2011 لما اعلنوا جدول الدوري، دي لورنتس رئيس نابولي اعلن اعتراضه وشتمهم وقال ان انا مش هكمل في الكوره، انا هروح امثل واعمل افلام في السينما. وقام شايف واحد غريب ماشي بموتوسيكل قام راكب وراه. نعم، إنها المخدرات. بالنسبه بقى لرئيس باليرمو فالحقيقه ان هو ما يتخيرش عنهم، ففي سنه 2012 اعلن ان هو باع النادي لمستثمرين سعوديين هيضخوا في النادي 5 مليار يورو، واتعرف بعد كده ان دول ممثلين وهو اللي كان جايبهم ودافع لهم عشان يتصوروا معاه. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس، عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. في سنة 2015 بعد ما هبط نادي كاتانيا اعترف رئيسه انه اشترى 5 ماتشات في السيريا بي عشان فريقه ما يهبطش. ظبطت الحكم يا حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لامان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا على بركه الله. ولكنه هبط برضه. ينفع كده يا حسن؟ انا يا باشا ما اقدرش ارسل عرضه. بكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حكاوي تانية.